لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1142 لواني كاين تفسير قرآن بيروز بيمو خزمتان فمبست رزامن دي رب العالمين وهي بادارم ايوه ازي السودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. بەڵێ خۆشەویستان دەفەرمی پێیان بڵێ بینیتان ئەوەی کەوا ئەڵڵا تەعالا لۆتانی دابەزاندێ لە ڕزق ئیتر لە خۆتانەوە بڕیارتاندا هەندێک لەوانە حرامە و هەندێک لەوانە حەلالە. پێیان بڵێ ئایا ئەڵڵا تەعالا ئیزنی داینەکەوە ئەو شتانە بە خۆتان حەلال و حرام بکەن یان ئەوە تا درۆ لەسەر ئەڵڵا تەعالا هەڵدەبەستن. مناسبەی و ئاتە لەگەڵ ئەوەی پێشووترۆکو لە تەفسیر ڕازی دەڵێ کاتێکەوە لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدلائل الكثيرة على صحة نبوة نفسه كاتك چەندین بەڵگە باس کرا لەسەر ڕاست و دروستی پێغەمبەرەتی پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم وبين فساد سؤالاتهم وشبهات في إنكارها وهروە ئەوەی بەیان کردکەوە ئەو پرسیار و گومانانەی ئەوان دەیوروژێن دەربارەی پێغەمبەرەتی پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم هەمووی باطل و ناحەقە. أتبع ذلك ببيان فساد طريقتهم. إتلير دا خير سبحانه وتعالى باز ل بوتون وتفكيري أوان دكاتن التي في شرائع وأحكامهم لو شريعتك أوان بيادي دكن لو أحكامني أوان بيادي دكن. وبين أن التمييز بين هذه الأشياء بالحل والحرمة مع أنه لم يشهد بذلك لا عقل ولا نقل طريق باطل. إتر الله تعالى دا بيان دكا كاتكوان هندشتان حلال كردي وهندشتان حرام كردي ببه هيز بلغيتشي عقلي ياخد نقلي كوالك تيبتش خواي قورا نادبي لبويان طبعا أول رقاتشي باطلة منهزتشي فاسدة والمقصود إبطال مذاهب القوم في أديانهم وبأحكامهم كواتما باستكا ليرداسيا كخواي قورا بياني دكا دي أو ديني كأوان بيادي دكا وأحكامان أوان لسريدانا براستي دين منهزش باطلة وأنهم ليسوا على شيء في باب من الأبواب. وأنا سر هيز دين شيء سماوي هيز دينك أخوي يقول نادبي لسر هيز دين يقنين. أبي حيان ضلي لما ذكر قوله تعالى ما ذكر تعالى قول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم كاتك الدعاء بيشوتر أخوي يقول باس القرآن بيروس كردو باس لا إسلام إيمان كركوا نارديتي لبو خلشي وكان المراد بذلك كتاب الله وبستيش لو وصفاني كوا كردي لأت كان بيشتر لقرآن بيروزة كوا أو قرآني حلال وحرامي تدا ليردا خواي سبحانه وتعالى بين فساد شرائع وأحكامهم من الحلال والحرام ليردا أو زبازلة أو شريعة حكمك أوان لسريدان سندة فاسدة كاتكوا بخوان حلال وحرام ده كان ببيع وهيز بلقتشان بيبي لهيز كتابك واخواي قور وحي كذا ابن عاشور دلي كاتك واخواي قور الآيات بيشوتر فرموي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وكان المراد بذلك كتاب الله فبس تجدوا موعظة السبو كتاب الله تعالى كوا تيتدا لضمن أو كواتيدا حلال وحرام تدا إنزا أخواي قور سبحانه وتعالى عيني تأكيد دكاتوا أو كأوان لسريدانا براستي هموي باطلة لخويانا حلال وحرام ذكر. تفسير سعيد ضلي خواي قورك لو آتدا
ئینکاری لە مشریکەکان دەکا ئەوانەیەکەوە ئیبتداعیان کەواتە بیدعەتیان هینا گۆڕێ بیدعەتیان هینا پێش لەوەی کەواشتانی کە خوای گەورە حەلالی کردێ ئەوان حەرامی دەکەن وە پێچەوانەوەش ئەوەی کە خوای گەورە حەرامی کردێ ئەوان حەلالی دەکەن قل ئەڕەئەیتم ما ئەنزەل الله لەکم من ڕیزق ئەی ما خەلەق لەکم من حەرث وأنعام وەکو لە قاسمی دەڵێ دەی پیشانم بدەن ئەوەی کەوا الله تعالی دای بەزاندیە لە بۆتان لە ڕزق چ ڕزقەیەک واتە ئەوەی الله تعالی خەڵقی کردە لە بۆتان لە حەرث و لە ئەنعام واتە حەرث واتە لە چێلگەکان و باغ و باغاتەکان و لە ئەنعام و ئەو حیواناتانەی کەوە وەکو مەڕ و بزن و ئەوەی کەوا گۆشتی دەخورێ وەکو چێڵ و وشتر لە تەفسیری سعدی دەڵێ یعنی ئەنواع الحيوانات المحللة التي جعلها الله رزقا لهم ورحمة في حقهم بەڵێ ئەو حەرث و ئەنعامە ئەو چێلگە و ئەو نەبات و ئەو کشت و کاڵە و ئەو حیواناتەی کەوا خوای گەورە حەلالی کردێ لە بۆوان لە بۆ هەموو بەشەریەت و وەکو ڕەحمەتێک پێیانی بەخشیە وكاتك دفن قل أرتم ما أنزل الله لكم أنزل داي بزان دي لبنقول رزق ما بس لو دا بزان نتيه ضل كونه مقدرا في السماء أصلا طبعا هم زي أو تشيل جو نبات وجو جياو كشتوكالو حيوانات لسر زي أدلو خايق دفن داي بزان دي دفن لبرو إلا آسمان لا الله تعالى للوح المحفوظ خايق تقديري كرديه محصل هو أو ما يتوقف عليه وجودا أو بقاء بأسباب سماوية وهلها خدي أوشتانش كوالا صروي زويدان بأسبابه كارك لآسمانوة دابين دكري لبويان كوانتي زكي زيادة مطر بارانا كواتنا زي أو باراني كبرحمة دباري قجوجياشين دبي إتر آجلو همو أوشتانو وهلها بشيك لرزقي بشركانش هلا نتيزي أو كجوجياو ياخذ أو بروبومو أو كشتوكالي كوا لزويرة شين دبلن الزي أو باران كذا بالوي بو اعتباري هم لأسمان وتقدير ذكري هم لأسمان وباران دباران دري لنتيجة دا أو رزقة ديت برهم وكولا تفسير أبي سعود وشوكاني وابن عاشور إشارة بذكر بقاعدة عبر عن الخلق بالإنزال كما تقول أرأيت ما أنزل الله لكم طلع ليردا أو إنزال بريته لخلق بس لو بإنزال باس كده تنبيها على أنه شيء لا يمكن للمشركين ادعاؤه لأصنامهم بروي أو أجذاك النوى كوا هيج تيج لوانا لو هو كاري رزقانا ناكره هيج كسيك وهيج بتوصنمك ادعاء كوال الآن بتوصل مكانه لنزول أسبابه من موضع لا تعلق لهم به بوجه أو بروبوم وجوجيايو أو حيواناتنا لا نتيجة أو بارانك لا أسمان وديك بهي شيء دستي بشر نهيجاتي وكو تشما فعلا بهردو اعتبارهم باعتباره كلا أسمان وتقديرك لو رزقه وهروها لا أسمان وش سبب كيد هذا بزيندري كبارانا فهل جعلتم منه حراما وحلالا وكل تفسير قاسم أي أنزله تعالى رزقا حلالا كله الله تعالى أويك وداينا لسر زي وكو رزقش حلال هموي بلام أنقو فبعثتموه هاتينا بشبشتان كرديه وقلتم هذا حلال وهذا حرام هندك تان لخوتان وحلال كرديه وهندك لخوتان وحرام كرديه وكل لبون من سورة الأنعام أتصيوهش مشركان هذه أنعام وحرث حجر وهل لا أتي دواتي فما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواج هل أخوانه هنديك واشتروا هنديك شتو هنديك حيوانات هنديك مواصفات لأخوان حلال ذكر هندشان أخو حرام ذكر لتفسير السعدي لا يقول لهم موبخا على هذا القول الفاسد إتربيان بلي سرزنشتيان بك لسر أو قولنا حقي كديلين بيان بلي قل الله أذن لكم وتلخاص مثل أي في الحكم بالتحريم والتحليل فأنتم تفعلون ذلك بإذنه أو تحليل تحريم كان عندك حلال كان عندك حرام كان أنقول بإذن الله تعالى أو حلال حرام كان وكل الشفاء العليل ابن القيم ضله
الإذن المذكور في قوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم طال هو إذن شرعي الله أذن لكم وتشرعا الله تعالى إذن دينك وأنجو هندك حلال بكن هندك حرام بكن أو إذن شرعية إذن كوني شيء أخوي جورا وكل سورة البقرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله كواتا لا يندري باس لباس السحرة ناتوان ساحرة كان كسك تأثيري لبكن بو السحرة إلا ما قال الله تعالى إذني لسربي كواتا مشيئة قدري لسربي كواتا إذني كونه إذني شرعيه أو لو آتي إمال خزمتي داينة إذني شرعية أم على الله تفترون أم تختلقون الكذب يعني وتا درو لسر الله تعالى هذا بس لتفسير سعد الله ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهم فعلم أنهم مفترون طب التأكيد الله تعالى إذن دانيان افتراها هذا بس نسأل بالتأكيد خوا يوري إذن دان كواتا احتمال دوم ديت بيش كودرو لسر خوا هذا بس أو زاد الله أو أتبتدى بلقى لسر أن الأصل في جميع الأطعمة الحل ما أنزل الله لكم من رزق كواتا أصل لا همو خواردنا كان كالأخوة يقول صار زويدانا حلالا إلا ما ورد الشرع بتحريمه كواتا دائري حلال مباح زور فراوانا أصل لهمو أو رزقاني كوا موجودة حلالا مقر أوي كوا خواي قول ربنا وناوي هناك كوا حرامة لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزل إنكاري ذكر سر أو كسان كوا لخوان واشتك حرام ذكر كواتا أصل لخواردن وخواردنا وحلالا مگر أوي كوا خواي جور تحديد كله وكو عارق وكو اشتديك وكو جوش براس كخواي جور حرام كله أجرنا باقي اشتديك غير أوي كوا خواي جور بناو حرام كده أو كاين ديك حلالا أبو حيان ضلي والظاهر أن أم متصلة قل الله أذن أم على الله تفتر أو أم ليرة أو أم ليرة ضلي متصلة منفصلة يعني أخبروني الله أذن لكم في التحليل والتحريم بينبلن الله تعالى إذن داين الحلال وحرام كردن لو أنجو بإذن بي وهذا كان أم تكذبون على الله في نسبة ذلك إليه يعني أوتا درو كان كاتكوا أو اشتد كان ديدن بالخواي جورا فنبه بتوقيفهم على أحد القسمين وهم لا يمكن إدعاء إذن الله في ذلك فأثبت افترام أوجد تأكيد السركاته فأتا دو حالته يعني وتا الله تعالى إذن داينه يعني درو هذا بستن طبعا الله تعالى إذن داينه نامين يتوتنها احتمال دمك هو أندرو هذا كان ابن كثير دلا أو آتى فيه إنكار على من حرم ما أحل الله أو حل ما حرم الله بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليها كاتو آتى إنكاري تدا لسر أو كسان كوا اشتيك حلال أخوي يقول حلال كمان حرام كان بيتسو أنا اشتيك حرام أو عندين حلال إذا كان بمجرد هواه آرزوك هيز بلقشي لسرنية لمجموع فتاوى دلي الأصل في العبادات التوقيف وكو قاعدك أصل العبادات كان أوي بوستي فلا يشرع منها إلا ما شرع الله تعالى هيش يقلوانا ناكري هيز عبادتك أنزام دي مقر أويك الله تعالى لبو من داينا لسر زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإلا دخلنا في معنى قول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لك سورة الشورى كواتا أجر كسك لخويا عبادتك أنزام دا ببي أو كوالا القرآن لسنة دا هبي دكوتا بالهرشة وآتا كواتا شريكيان بريادة لبخواي قورا تاو كل دين شرع بك لبويان تشريع بك كوا اشتيك كالله تعالى تشريعنا كذا كواتا أصل العبادات توقيفة نابي اشتيك بكي مقر الله تعالى ياخذ بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتيان يان بيغمبر صلى الله عليه وسلم كرديتي والأصل في العادات العفو برام لاشتا عادتي كان أصل وكوا معفو فلا يحضر منها إلا ما حرمه الله هيشتيك لعادات ولمباحات لخوادن وخوادنا والعادات كان حرام ناكره إلا أويك وأخوي يقول حرامي كردية أقرنا ذكونا برهر شيئات قل الله أذن لكم أم على الله تفترون كواتا براسي وقاعدة زور مهمة لا خواردنا ومعاملات الدنيوي أصل وكوا مباحة إلا ما قر خواي قولا اشتيق لواني بنصك
إتلا قرآن يلا سر زمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم حرام كربي وأصل لعباداتيش منع توقيفه إلا ما قرشتك الله تعالى القرآن فرمويتي يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي يعني أنزامي دا لبروي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقضي حلال وحرامش اشتكى لا تايبت الله تعالى واتلا ضمني أويك وأتوب الله تعالى بخواد زاني منهجي لي وردقلي حلال وحرام أويك الله تعالى حلال كري والله تعالى حرام كري لسر زماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيمان قيشتيا أقرنا هيت كسيشي ديك حقي حلال وحرامي نية كاتك وحقي حلال وحرام كردديك كسيك غير الله تعالى سبحانه وتعالى وتأتو صفتك لصفتي خواتي لبو كسا دسلمين والعياذ بالله لوي بيستا زور زور آقادار بين حلال كردن وحرام كردن تنهى حق الله تعالى سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون